يعني ده آخر كلام عندك؟ شريف أنا عارفة أنت ممكن تكون بتقول عليا إيه دلوقتي، بس صدقني مش هقدر استنى أكتر من كده. ليه يا نهلة؟ عشان مش عايزة حد يقول عليا عانس. عانس؟ لو أنا ما قدرتش إن أنت توصلي للمرحلة دي أبدا، وبعدين لو وجودي في حياتك هيخلي الناس تقول عليكي كده، فأنا مرضاش بكده أبدا. شريف أنا مش عايزاك تزعل مني أو تفهم إن أنا بعمله ده غلط. أنا مش بتخلى عنك. يعني إيه مش بتتخلي عني؟ يعني إيه أفهمك صح أو غلط؟ لا أنا اللي فاهمه حاجة واحدة بس، إنك قررت تسيبني فجأة. وعشان إيه؟ عشان خايفة إن الناس تقول عليك عانس. خلاص يا نهلة، الموضوع انتهى. أيوة يا شريف، مش عايزة حد يقول عليا عانس. وبعدين أنا استحملتك كتير قوي بقى. أنا بقالي معاك سنين، تقدر تقولي من ساعتها لحد دلوقتي عملت إيه؟ ولا حاجة. أنا مش هقدر استحمل. أنا اكتشفت إن أنت لسه قدامك طريق طويل قوي. أنت أي نعم بتتقدم بس بخطوات بطيئة جدا، وأنا خلاص مبقاش عندي صبر. ماشي يا نهلة، بس أنا عايز أقولك إنك البني آدمة الوحيدة اللي ضيعت سنين عمري كله عشانها. كويس أوي إنك فوقتيني في الوقت المناسب. لو كنت فاكرة إن البنات بس هي اللي بتعنس تبقي غلطانة، عشان الرجالة كمان بتعنس. ولو كنت فاكرة إنك الوحيدة اللي ضاع من عمرها سنين تبقي برضه غلطانة، عشان أنا ضاع من عمري كمان سنين كتير أوي، بس للأسف من غير حساب ومن غير داعي. النهارده يبقى عندي 35 سنة. النهارده سبت البنت الوحيدة اللي كنت فاكر إن عمرها ما هتسيبني أبدا. النهارده يوم ميلاد أسوأ يوم في حياتي. كويس انك لسه صاحيه، مش جايه لي نوم. انتي مش ناويه تروحي مقابله شغل بكره ولا ايه؟ لا ازاي بقى؟ طيب انا كنت عايزه اتكلم معاكي شويه. تحت امرك يا ماما. انا مش عايزاكي تحت امري، انا عايزاكي تتكلمي معايا زي ما بتتكلمي مع ايتن. مش فاهمه. يعني تعتبريني صاحبتك. انا عارفه ان وجودك في مدرسه داخليه لفتره طويله وبعدي عنك عمل حاجز بيني وبينك. لا يا ماما مفيش حاجه، انا عارفه كويس جدا ان اللي حصل ده كان غصب عن حضرتك. هي دي الحقيقه. انا عاوزه اتكلم معاكي وكاني بتكلم مع نفسي، علشان مش ناويه ابسط الامور ولا اصعبها. ماما مفيش داعي نتكلم، خلاص في حاجه انتهت يعني. وبعدين انا اهو معاكي ومبسوطه. علشان احس ان كل اللي فات انتهى خلاص. كفايه تفكير بقى، كل ماليش نفس. وبعدين بقى على فكره نهله دي هي اللي خسرانه. ما أنا قلت كده برضه. أنا هقوم أعمل شاي. معقولة سابته بعد الحب ده كله؟ يا ابني حب ايه بس وكلام فاضي اللي انتوا طالعين لي فيه ده؟ الواقع حاجه تانية خالص. امال انا قافل على قلبي بالقفل ليه؟ أنا قلقت. إذا كانت نهلة سابت شريف وهي بتحبه بتعشقه، أمال أنا هعمل إيه؟
لعلمك بقى اللي انت بتعمله ده هو الصح. مفيش احسن من الجواز التقليدي، هو ده الحل المناسب. لا برضه. وهتكون مش ناوي تروح للراجل النهارده؟ انا خدت لك منه ميعاد وهو مستنيك، ما تطلعش شكلي وحش. هروح. انا خلاص لازم اتجوز السنه دي. حاسس ان انا لو ما اتجوزتش خلاص مش هتجوز. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ كله تمام. ليكي عندي خبر هيبسطك قوي. اوعي تقولي عريس. لا مش عريس. كده يبقى قولي. شغل. بجد؟ فين؟ بس على الله تعمري فيه. انا عمري ما سبت شغل لسبب مش مقنع، وحضرتك عارفه كده كويس. وكمان بترفضي تتجوزي لأسباب مقنعة ليكي انتي، لكن الأسباب دي مش مقنعة ليا. ماما ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده تاني؟ حاضر. على كل حال أنا مش هوجع دماغي معاكي تاني. طب ما قلتليش يا ماما شغل ايه؟ هتعرفي طبيعة الشغل لما تروحي، وأنا متأكدة إن الشغل ده هيعجبك قوي وهيبقى مناسب ليكي جدا. كل اللي انا عملته السنين اللي فاتت دي فجأة الهانم اكتشفت انه ما ينفعش. يا معلم المساله بسيطه وواضحه زي الشمس. مش فاهم. هي كانت بتحبك لحد ما جالها الفارس اللي يحقق لها كل اللي هي عايزاه. يا جدع حرام عليك. مش حرام. يعني ايه يعني؟ من يوم وليله كده فجاه اكتشفت انه ما ينفعش. يا شريف اسمع اللي بقول لك عليه. وبصراحه بقى البت دي ما كانتش نازله لي من زور اصلا. انا متاكد ان في واحد تاني في الموضوع. يا ابني ممكن تسكت خالص وما تشعللهاش؟ بقول لك ايه، ما تكلمها وتشوف ايه الموضوع. لا طبعا مش هكلمها. انتوا عارفين بقى ان انا ندمان اني عرفت واحده زي دي. يا ابني ما تلعبش في دماغه بقى، انا ما صدقت انه خلص منها. من غير ما يلعب في دماغي يا محمد. انت عندك حق في كل الكلام اللي بتقوله. هو ايه اللي عنده حق في كل الكلام اللي هو بيقوله ده؟ يا ابني ما تخلينيش ازعل منك. تزعل مني ولا تزعل عليا؟ ده انت ناويها بقى نكد ها؟ بقول لك ايه يا ابني، لازم تعرف كويس ان انت زي الفل، ومش معنى يعني انا عارف كويس قوي ان انا زي الفل، واللي عملته ده بيأكد لي ان انا احسن واحد في الدنيا دي، ومع ذلك سابتني. انا كل مستغرب له ازاي قدرت تاخد القرار ده بالسهوله دي. طيب تحب اكلمها لك انا وكمان؟ اوعى يا احمد، ده هيبقى اخر يوم بيني وبينك، انت فاهم؟ وبعدين خلاص انا مش عايزها. وبعدين انا مش هموت عشان خاطر واحده سابتني. الحياه بتمشي يا احمد وهتمشي، بس من النهارده بقى انا لازم اتغير تماما. شكرا. اي خدمه. انت هتفضلي ضاربه بوس كده كتير بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه، سيبيني انا مش طايقه نفسي. يا عبيطه، اللي عملتيه ده هو الصح. والله انا اللي بقيت لا عارفه الصح من الغلط. انت استنيتيه بما فيه الكفايه. دي حتى الشقه اللي جابها ما تنفعش، وكمان ايجار جديد، يعني شحاته من اولها. صدقيني يا بنتي، ده لو كان لقى فرصه احسن منك كان جري وراها. شريف يا بنتي، انتي ما تعرفيش شريف. لا عارفاه، وعارفه كمان الدنيا ماشيه ازاي. النعمه يا حبيبتي لما تجيلك شمري ايدك وسمي بسم الله وكلي على طول من غير ما تفكري. بس انا حاسه اني لسه بحبه. حبي زي ما انت عايزه، بس خلي بالك فاتوره الميه والكهرباء والدكتور ومدارس العيال ما يعرفوش يعني ايه حب. المشكله اني عارفه ان كل كلامك ده صح. طب ايه بقى، الواد زمانه جاي، هتفضلي مكشره كده كتير؟ بس انا مش عايزه احس اني ظلمته. اقول لك على حاجه، لا انت غلط ولا هو غلط، بس الزمن اللي احنا عايشين فيه هو كده. شريف واد زي الفل وراجل، وانت كمان بنت زي القمر، ومليون واحد يتمناكي. بس الزمن صعب قوي يا نهله. يا اما تاجلي حياتك لحد ما تحس انك خلاص سنك عدى وما عادش لاي حاجه طعم، يا اما تنسي اللي فات بقى وتبتدي من جديد يا نهله. محدش بيستنى حد، صدقيني. ايه ده؟ لسه ما خلصتيش؟ دقايق وعلى طول وهبقى جاهزه. طب اوكي، انا هوصل لعميل كده اخلص معاه شويه شغل واجيلك. اوكي؟ طب ماشي اوكي. خلي بالك منها وهتمشي. هي تقدر. باي. ابن حلال مش كده؟ انا حاسه بكده. خلاص بقى انسي شريف، وربنا يرزقه باللي احسن مني ومنك.
بيعجبك عبد الحميد جودة السحار؟ بس انا يعني لسه اول مره اقراه. هو اسلوبه سهل وبسيط، هيعجبك ان شاء الله. خير؟ في حاجه؟ لا مفيش، انا كنت طالع في عربيتي رايحت على عربيتي، انا اسف معلش. لا مفيش اي حاجه. انا اسف. اتفضل. ها، عايزه تقولي ايه بقى؟ طب لما نتعشى الاول. يا ستي ما يهمكيش نتكلم الاول وبعدين نتعشى. اصل الموضوع مهم جدا ان انا عايزه اكلمك فيه، وعايزاك يعني تبقى مركز معايا. هو يعني العشاء هو اللي مش هيخليني اركز؟ ما تقولي يا نهله في ايه؟ بص يا رامز، احنا بقالنا مده صغيره قوي نعرف بعض، تقريبا شهر، صح؟ صح. يعني انا ما لحقتش اعرف عنك اي حاجه، ولا انت كمان ما تعرفش عني كل حاجه. ايه يا نهله الدخله دي؟ ما تقولي من الاخر في ايه؟ بصراحه يا رامز انا كنت مخطوبه. عادي، كل شيء اسمه نصيب. اكيد اتخطبتي وفسختي خطوبتك. لا، انا لسه فاسخه الخطوبه امبارح. لا مش فاهم. انت من ساعه ما كلمتني وانا مش عارفه اعمل ايه. بص انا هجيب لك من الاخر. انت ساعه ما رحت وكلمت رانيا انك عايز تكلمني، انا كنت مخطوبه. ولما انا كلمتك انا كنت مخطوبه. ولحد امبارح انا كنت مخطوبه. وسميه ايه ده بقى؟ مش عارفه، بس ما كانش ينفع ما اقولكش او اكدب عليك. انا عايزه ابتدي معاك صفحه جديده بيضه، وخصوصا انك عايز تتجوز على طول. اتجوز بسرعه؟ هو ايه اخبار الاولاني؟ كان معاصلك؟ مش فاهمه. يعني كان لسه قدامه سنه ولا 2، فانت قلتي بقى في عقلك انا ايه اللي يخليني استنى طالما في خروف تاني جاهز؟ رامز انا لو كنت عايزه اضحك عليك كنت سكت وما قلتلكش على اي حاجه وخليتك فاكر زي ما انت فاكر وخلاص. كمان كنت عايز تضحك عليا؟ انت عارف ان لو كنت عرفت الموضوع ده لوحدي انا كنت عملت فيك ايه؟ رامز بص يا نهله، انا مش مستعد اتجوز واحده كل اللي يهمها اني جاهز ومستعد للجواز. اذا ما كنتش انا اول اهتماماتها يبقى خلاص، يبقى مفيش داعي للموضوع ده من اصلا. على فين؟ هوديكي مطرح ما جبتك. لا على ايه؟ انا همشي لوحدي. لا انا مش عيل صغير، انت مع راجل. عارفه يعني ايه راجل؟ يعني زي ما خدتك من مكان اوديكي ليه تاني. رامز ما تخلينيش احس اني غلطت لما قلت لك. انا مش هقول لك اني بحبك، لان ساعتها هبقى بكدب عليك. بس اللي بيني وبينك مش قصه حب كبيره يعني تخليك تحبني للدرجات دي. بس انا واثقه ان مع الوقت ان احنا نحب بعض ونبقى مبسوطين. طبعا، عشان جاهز مش كده؟ انا مش هقول لك اني ما فكرتش كده، بس انت ليه شايف ان ده غلط؟ انا بقى ما احبش اتجوز واحده بتحرك مشاعرها بالريموت. هو انا ابقى غلط لو خفت على حياتي ومستقبلي؟ ابقى غلط لو فكرت اني احكم عقلي قبل قلبي؟ وبعدين انا هحبك لانك هتبقى جوزي وكل حياتي. صباح الخير. صباح النور. لسه برضو ما جابوش حد مكانك؟ انا مش فاهم ايه الظلم ده. انا دي مش شغلانتي اصلا، وكمان موضوع تنسيق البرامج والحاجات ديت انا مش فاهمها بقى بصراحه وبتنرفزني. يا عم انت عايز ايه؟ ما انت قاعد زي الباشا اهو، لا بتهش ولا بتنش. لا بهش بس ولا بنش ايه؟ الشغلانه دي شغلانه حريم. انا كمال انا بس، ومال السودا دي. صباح الخير. صباح النور. ايه تعال داخل زي القطر كده، اتاخرت ليه؟ مال شكلك يا ابني تعبان كده؟ انا ما كنتش جاي النهارده اصلا. طب خش شوف المدير عايزك في ايه. هتلاقي عايز الفايل بتاع ندى بجد. انا مش فاهم الملفات الحريمي دي بتقع في ايده هو ليه؟ يا اخي حريمي ولا رجالي؟ ده شغل.
ابعت يا رب. صباح الخير. مساء النور. مساء الخير ايه؟ الساعة لسه 9 الصبح. انا كنت جاية عشان الوظيفة الجديدة. تحت امرك، ثانية واحدة هروح اجيب المدير وجايلك حالا حالا. تشربي ايه؟ لا ميرسي، مش عايزة اشرب حاجة. عارفه لو شربتي النسكافيه بتاعنا مش هتبطليه ابدا. لا لا متشكرة قوي. تمام اتفضلي. يا رب المدير يوافق. ادعي انت ادعي انت. يا رب المدير يوافق انها تشتغل معانا في الشركة. آمين. يا رب نشتغل انا وهي في مكتب واحد يا رب. آمين. انت ومين؟ ها؟ انا ما غلطتش يا رانيا. يا بنتي ما تبقيش عبيطه، اتصلي بيه بس اتصلي. انت هتعملي ايه؟ انا هتصل بيه. لا لا رانيا، والله العظيم ازعل منك. بقول لك ايه، انت تسكتي خالص وسيبيني ارتب لك حياتك بدل الخيبه اللي انت عايشه فيها دي. الو. ايه يا عم، يعني لا رنه ولا صباح ينفع كده؟ ما انت عارف اختك جدعه. طب اهدى بس، بلاش الجعجعه بتاعتك دي. طب بقول لك ايه، انا عايزه اشوفك. لا لازم اشوفك. بص انا اشوفك وبعد كده زق زي ما انت عاوز، اتفقنا؟ ماشي يلا باي. ها قالك ايه بقى؟ الواد شايط على الاخر. ما انا عارفه. بقول لك ايه، الواد شكله كده وقع فيكي. والله يا رانيا اصل انا قلت كل الكلام ده عشان سيبك بس، سيبك من الكلام ده دلوقتي وافطري، انا هظبط لك كل حاجه. يلا يا ستي. الو. ايوه ماما، ازيك؟ قلت اطمنك عليا. طيب لما اجي بقى احكي لك كل حاجه. سلام. شريف فهمي. صدفة غريبة مش كده؟ انا برضو استغربت، بس عادي يعني بتحصل. صح عندك حق، عادي فعلا. ويا ريت ما اكونش ضايقتك يعني. يا رب انت ما تكونش دعيت عليا عشان خاطر العربيه. عربيتي يا ستي دي عربية كحيانة، ده انا حتى عارضها على البيع مفيش حد فكر انه يشتريها. بالعكس طبعا، ده انا شايفه انها عربيه كويسه جدا. صحيح الرواية عجبتك؟ انا مفيش كتاب ما بيعجبنيش. تمام. ان شاء الله الشغل في الشركة هنا هيعجبك. بص انا شايفه ان الشركه دمها خفيف جدا، والناس كلها اللي فيها ظروف قوي بصراحه. طب خير. ولسه كمان لما تعرفيهم هتحبيهم اكتر. انا اول مره احس ان انا مبسوطه في مكان. انا اصلا ما بعمرش في شغل، اخري 3-4 ايام، بس النهارده يعني بجد حاسه ان انا هتبسط. لا ان شاء الله الشغل هنا هيعجبك يعني. طيب عن اذنك. ايه ده الله، فيلم ابي فوق الشجره بحبه جدا. ممكن اقعد معاكي؟ انت قعدت خلاص. والله الشركه نورت. والله الشركه منوره باللي فيها. احمد محظوظ مدير الخطط والمكتبات. جميل، اهلا وسهلا. الشركه بقى هنا جامده جدا، واحسن حاجه فيها انها مش روتينيه زي الشركات التانية، لا بتعتمد على الابتكار والتفكير، وعشان كده فرص الترقيه كبيره قوي. هو انت خريجه ايه؟ ألسن ترانسليشن. طب ده هايل. على فكره انا هبقى محتاج حد معايا في قسم الترجمه، بيجي لنا كتب كتيره ومراجع كتيره بنحتاج نترجمها. على فكره انا ممكن اقدم طلب نقلك للقسم بتاعي، بس ده مش هيبقى دلوقتي يعني. رانيا افهمي، انا ما بتكلمش على كده، عادي كل الناس ممكن تخطب وتسيب مليون مره. المشكله هي سابت ليه وبتفكر ازاي. كانت لازم تعمل كده. يعني ايه كان لازم تعمل كده؟ ما تخليش اتجنن عليكي بقى. يعني عايزه تقعد جنبه لحد ما تعنس؟ بس هي كانت بتعرفني وهي مخطوبه. يا سيدي بقى، هي كانت عامله حسابها انها تسيبه. بصي يا رانيا، اللي ما يقبلوش على نفسي ما يقبلوش على غيري. اطمن لها ازاي انا بعد كده يا رانيا؟ هقول لك على حاجه، انا كنت عارفه وما قلتلكش. دي غلطه ودي غلطه، وبعدين هي المسؤوله عن نفسها يا رانيا مش انت. انت ممكن تكوني بتساعديها متعاطفه معاها عشان هي صاحبتك، لكن تصرفاتها هي المسؤوله عنها مش حد تاني. طب ما انت ممكن تقول عليا ان انا وحشه، ايه الفرق يعني؟ لا في فرق، انا عارف انت بتفكري ازاي، وبعدين انت اصلا بتاعت مصلحتك.
الله الله الله، انت هتغلط يا ابني ولا ايه؟ هو ده عيب ان الواحد يكون بتاع مصلحته؟ لا طبعا، عادي جدا. انا بتاع مصلحتي، كل واحد في الدنيا بتاع مصلحته، بس المهم ان مصلحتي دي ما تخربش على غيري. اتفضلي يا انسه جيلان. شكرا. يا غريبه، ولا كرسي فاضي. ايه في ايه؟ ايه اصلا انت حلوه قوي. انا قلت نكته ولا ايه؟ لا خالص، متشكره. اصلا انا بصراحه لو ما كنتش قلت لك كده كان ممكن يحصل لي حاجه. لا لا، بعد الشر عليك. محمد مبروك، ديزاينر هنا في الشركه. لو عوزتي تعرفي اي حاجه عن الشركه انا تحت امرك. بجد والله انا متشكره جدا. لا على ايه يعني؟ ممكن ايدك لو سمحتي؟ افندم، هو انتوا عايزيني اقص ضوافري ولا حاجه؟ لا مش للدرجه دي، انا بس عايز اعرف اذا كنتي مخطوبه ولا لا. لا يا سيدي مش مخطوبه. حلو كده. عسل. ايه يا محمد؟ ايه اللي معادك هنا؟ وانت مالك؟ ايه اللي وانت مالك يا ابني؟ انت مش وراك شغل لازم تخلصه؟ وهو شغلي ولا شغلك؟ لا ما نقصدش، بس احنا كنا خايفين عليك. وايه الحنيه المفاجاه دي؟ تلاش يا اخويا، انا عارف انا بعمل ايه. سوري، بعد اذنكم. يلا ما وراكش حاجه، خليك بقى. ازيك؟ الحمد لله. ها ايه الاخبار؟ تمام، الشغل عجبني قوي. الحمد لله. يعني طلع شغل كويس؟ اه بجد كويس قوي. السيستم هناك حلو قوي يا ماما. هاي، انا مبسوطه قوي ان انت عجبك الشغل، بس ما تجيش بقى بعد يومين تقولي لي مش عايزه اروح. لا لا، ما تقلقيش، الشغل شكله مطول قوي. يا رب يا حبيبتي. كلتي ولا ايه؟ انا جعانه قوي. مستنياك. طب كويس. خلاص روحي انت غيري هدومك وتعالي لي على المطبخ. ماشي، هحصلك كده. ايه يا حلوه، انت فين؟ انا كويسه الحمد لله. اتبسطت قوي النهارده في الشغل، شكلي كده هستريح فيه. لما اشوفك بالليل هقول لك بقى. يلا سلام. سلام. يعني مفيش فايده؟ ما ينفعش يا رنا. انا حاسه ان انا السبب. انت السبب في ايه يا بنتي؟ ما تبقيش عبيطه. والله هي كويسه. ما انا عارف انها كويسه، وانا قلت انها مش كويسه. هي ممكن تكون احسن واحده في الدنيا، بس انا خلاص من جوايا مش هقدر اكمل معاها. طب وعدني انك تفكر تاني. هفكر في ايه يا رانيا؟ ده قرار. طب على كل حال انا هكلمك تاني ومش هقول لها حاجه. رانيا لو سمحتي ممكن تخرجي نفسك بره الموضوع ده خالص لو سمحتي. يلا سلام. ها، بقول لك لا وبعدين خلاص هعمل لك السلطه. يلا ماشي. على فكرة سامر ابن خالتك يمكن يجي بكره. لا والله. هيقعد هنا كام يوم، يعني عنده شويه حاجات كده هيخلصها. يا سامر بقالي سنه تقريبا ما شفتوش. ده اشتغل في شركه كبيره قوي. لا والله. جنان بلاش كده. المشكله ان احنا فاقسين بعض يا قمر. انت يا بنتي انا عايزه اطمن عليكي. ليه يا ماما؟ هو انا في خطر ولا ايه؟ جنان اتكلمي جد. ما انا بتكلم بجد يا ماما. طب ماله سامر؟ ملوش، راجل زي الفل والله العظيم. امال في ايه بقى؟ مفيش، انا مش عايزه. لحد امتى هتفضلي كده؟ انت عصبيه كده ليه يا ماما؟ عشان الموضوع بقى ماسخ قوي يا جنان، وانا بصراحه مش عايزه اضغط عليكي. انت قلقانه من ايه بس؟ ما انا كده كده هتجوز يعني في الاخر. يا بنتي الواحده كل ما بتكبر فرصها بتقل. ليه يا ماما؟ هو انا قاعده في بيتنا مستنيه فرصه ولا ايه؟ اهو ده بقى اللي انت فالحه فيه. يا بنتي الواحده بتكبر وشكلها بيتغير،
واللي انت النهارده بتتباهي بيه بكره مش هتلاقيه. طب بعد اذنك نتكلم في الموضوع ده في وقت تاني. لا، لازم نحسمه دلوقتي. طب عايزاني اقولك ايه يعني؟ عايزاكي تحكمي عقلك وتفكري صح. حاضر. ولما يجي سامر تقابليه كويس وتشوفي مصلحتك وتمشي وراها. حاضر. في حاجه تاني؟ لا مفيش. جنان يا حبيبتي، انا عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي. اي تصرف مني مهما كانت حدته فده عشان مصلحتك. فاهمه يا ماما، فاهمه. فاهمه يا ماما؟ والله ما انت فاهمه حاجه خالص. ما اعتقدش ان ممكن تكون في صداقة جادة. طب ممكن نتكلم؟ طب عرفيني على نفسك. انا مش هقول اسمي الحقيقي، بس انا عندي 27 سنة. انا كمان مش عايز اقول اسمي الحقيقي، يمكن مش عايز حد يعرفني اصلا. حاسس اني عايز اتكلم مع حد، لكن في نفس الوقت مش عايزه يعرف انا مين، ومش عارف ليه. يمكن خايف حد ينتقدك. يمكن. طب ليه يا ترى؟ يمكن يكون هو ده السبب، اني مش عايز حد اعرفه يسمعني ويديني نصايح او يتكلم من وجهة نظره. انا عايز حد يسمعني وبس. انا كمان زيك. وعد؟ وعد، بس في شرط. هو ايه؟ محدش فينا يحاول يعرف شخصية التاني، او حتى يحاول يعرفه، او يجره الحديث هو مش حابه ولا عايزه. انا كمان عايز كده. طيب تحب تتكلم انت ولا اتكلم انا؟ لا، انا هسمعك انت الاول. مش عارفة اقولك ايه. انا بنت، عارف، انا حاسة ان البنت في المجتمع ده مظلومة، حاسة انها مش واخدة اي حاجة. لازم تتجوز عشان امها شايفة انها لازم تتجوز، لازم تلحق نفسها قبل ما الناس تقول عليها عاينس، وحتى لو اتجوزت ما ينفعش تتطلق عشان الناس ما تقولش عليها انها وحشة او مطلقة. كأن الواحدة اتكتب عليها انها تعيش زي ما الناس عايزة مش زي ما هي عايزة. نفسي ابعد قوي، نفسي اروح لمكان الناس تفهمني فيه، مكان احس فيه اني حرة. والحرية مش ان انا اعمل اي حاجة في اي وقت، لا، بس اعمل اللي بحبه، ولو اللي بحبه ده غلط اتحاسب عادي. عارف، انا نفسي احب قوي، زي حب الافلام كده. هتضحك عليا لو قلتلك اللي انا نفسي فيه. انا نفسي في حد يجي من العصور الوسطى على حصان ابيض وياخدني وراه. بحلم، مش عيب ان انا احلم حتى لو الحلم ده مش هيتحقق.
لو قلتلك ان الرجاله زيكم بالظبط مش هتصدقيني. نفس اللي بتقوليه بينطبق علينا. عارفه، المشكله ان الستات فاكره ان الرجاله مالهمش قلب، وانهم ما بيعرفوش يحبوا، او انهم ما بيحلموش. على فكره انا كمان عندي احلام، واحلام كبيره كمان. تعرفي، انا برضو بحلم ببنت من العصور الوسطى، جميله، شعرها اسود طويل ولونها خمري، ولابسه زي الاميرات بالظبط. كل يوم تستناني، ولما تشوفني تسيب كل اللي عايشه فيه عشاني، حتى لو هنعيش في افقر مكان في العالم. انا عارف ان ده حلم جوايا، بس انا من كتر ما حلمته صدقته، او عايز اصدقه. انا كمان امي عايزه تجوزني عشان سني كبر. على فكره انا عندي 35 سنه. جايز ما يبانش عليا، بس هو ده سني. انا كمان ابتدت الناس تقول عليا اني عانس. تخيلي. مساء الخير. مساء الخير يا ماما، ازيك؟ انا قلت والله ما هنام الا لما تاكلوا من الرز بلبن ده. والله يا ماما ما كانش ليه اي لازمه خالص. ليه كده؟ لو انت مش زي محروس ابني. طبعا. تعرف يا ابني، من ساعه ما جيتوا هنا تاجروا الشقه وانا حاسه اني بحبكم موت، زي ما تكونوا ولادي بالظبط. ربنا يخليكي لينا. اتفضلي. تعال خد. اتفضلي. حاضر. اتفضلي يا ماما. متشكره قوي يا حبيبي. والله الواحد من غيرك مش عارف كان ممكن يعمل ايه. الواحد كان ممكن يتجنن. بعد الشر عليك من الجنان يا ابني. ربنا يخليكي ليا. مالك؟ مفيش. لا ما تقول يا حبيبي، لو انا مش زي امك. ربنا وحده هو اللي يعلم. خلاص يبقى قولي في ايه؟ زهقت من الوحده. الوحده؟ من الوحده. الوحده شر، واكبر شر. انا خلاص ما بقتش عايز حاجه من الدنيا غير ان الاقي واحده تحبني، تخاف عليا وتعيش معايا. اي واحده بقى. انك عايز واحده تعيش معاك ماشي، بس مش اي واحده الا واحده دي. هو انت اي حد عشان تعيش مع اي واحده؟ بص يا ابني، انت لازم تعرف انك حاجه جامده قوي، وان مفيش زيك. ولازم تعرف ده وتحطه في عقلك عشان تعرف تسنكر عليه وتخلي بالك وتختار. انا خلاص بقيت حاسس ان انا لا عمري هلاقي حد احبه ولا الاقي حد يحبني. مين اللي قال كده؟ لو ما كنتش انت تتحب، امال مين اللي يتحب؟ انا. بص يا حبيبي، يا ريتني كنت قابلتك من وانا صغيره شويه، من 3 سنين كده، كنت قفشت فيك وما سبتكش ابدا. يا واد ربنا هيديك كل اللي انت عايزه، ما تقلقش. ان شاء الله هتتجوز وتخلف وتعيش احلى حياه، بس انت سيب نفسك وانطلق. والله كلامك معايا فتح نفسي. يلا كلي معايا بقى. اكلت يا حبيبي، بس عشان خاطرك هاكل تاني. اللي قولي لي صحيح، انت حبيتي قبل كده؟ طبعا. هي الحياه تبقى حياه من غير حب يا ابني؟ طب ما تحكي لي حاجه، ساكته ليه؟ والنبي انت رايق، بس مفيش مانع، انا هحكي لك. اسمع يا سيدي، وانا كنت صغيره كده كنت حلوه، وكنت مخليه بالي من نفسي قوي. وابو محروس صلاه النبي احسن اسم الله عليه كان قاطرني في الرايحه وفي الجايه، وانا كنت فاهمه كل حاجه، بس كنت مطنشه. يا ولد. جه مره وراح معكسني، انا عملت فيها بقى راس وزه ورحت مزعقاله وكنت هضربه. ما اصل انا كنت فاهماه كويس، ما هو مهم قوي انك تفهم اللي بتحبه عشان تعرف تشنكله.
وبعد كده راح لابويا وطلبني منه على طول. عليا النعمه انت شربان. انت اللي عسل يا عسل. بقول لك ايه، سيبني بقى عشان اروح اشوف شغل. لا ما هو بدري. لا بدري من عمرك يا ضناي. طب اتفضلي. مع الف سلامه يا ماما. الله يسلمك. نورتينا شويه دول. اسمع يا محمد يا ابني، ما تستعجلش. ان شاء الله هتلاقي اللي تحبك وتحبها وتعيشوا مع بعض احلى ايام عمركم. ربنا يوفقك يا ضناي. ربنا يخليكي. استنى انا خارج معاك اشم شويه هوا. اتفضل. أهم حاجة حصلت إني اتكلمت وخرجت اللي جوايا. صحيح مش كل اللي جوايا، بس أنا استريحت قوي وحسيت إني مبسوط. على فكرة أنا اللي بتمنى إنك تكلميني ومش عايزك تقلقي مني خالص. صباح الخير. كويس انك فاتح الشات. صباح النور. ايه ده؟ انت بتصحي بدري يعني؟ انا اصلي رايحه الشغل دلوقتي. متشكره قوي على امبارح. انا اللي متشكر يا هو انا لو حبيت اقول اسمك اقول ايه؟ مش اتفقنا ان انت ما تسألش على اسمي وما تحاولش تعرفني ولا ايه؟ طب حتى اسمه مستعار. طيب ممكن تسميني ميس دبل ام. اوكي. اوكي انا موافق. على فكرة احلى حاجة في الدنيا ان الواحد يكون عنده حد يتكلم معاه من غير ما يكون قلقان او خايف منه. استأذنك بقى عشان انا لازم انزل. ممكن بقى نتكلم بالليل زي ما قلتيلي؟ شكرا يا عم شاكر. ألف هنا. الله يهنيك يا قمر. صباح الخير. صباح النور. انت نورتي الشركه على فكره. ميرسي ربنا يخليك. وايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ متشكره قوي. على فكره صحيح انا المدير بتاعنا اتصل بيا امبارح وقعدنا ندردش كده شويه واقنعته ان انت بصراحه ما ينفعش تستمري في الشغل ده، لازم تتنقلي تشتغلي معايا. انت امكانياتك اكبر من كده بكتير. لا والله. طبعا انت فاكراني بهزر؟ على فكره المدير بتاعنا ما يقدرش يرفض لي طلب، هو وعدني انه هينقلك في اقرب فرصه. هو مين ده اللي هينقلها؟ انتوا بتطلعوا منين؟ انت مالك انت؟ يا عم ايه انت مالك؟ دي مش في الشركه، انا هنا ده ولا كيس قطن؟ مش لازم اعرف اللي بيحصل؟ ده موضوع خاص بيا انا والانسه جنان، مالكش دعوه. الحقيقه يبقى في موضوع خاص ما بينك وما بينها يا كئيب، عمال تقول لي اخلاق وقيم ومبادئ بس منوره الشركه. ايه الحلاوه دي؟ هاي، انا جيت اهو زي ما انا وعدتك بالظبط. نورتينا. ايتن صاحبتي، محمد واحمد زمايلي في الشركه. اهلا يا ايتن، ازيك؟ احب اعرفك بنفسي. احمد تاني اطول واحد في الشركه. اصل احنا هنا عندنا المقامات بالطول. اطول واحد شريف، عشان كده هو اللي ماسك المكتب كله، وبعديه انا، فعشان كده تلاقينا انا دراعه اليمين، ومعانا محمد الأزعة بتاعه الشركه، عشان كده دايما تلاقيه هو الدراع الشمال. تشربي حاجه؟
صباح الخير. ايه يا رانيا، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. خير، في حاجه؟ عاوز نهله؟ لا انا مش عاوز نهله، انا عاوزك انت. انا؟ ليه؟ اهو بقى، عايز اشوفك دلوقتي حالا. لا مش هينفع، بلاش عشان خاطري. هو ايه اللي مش هينفع؟ لا بقول لك ايه، لو ما جيتيش انت انا هاجي عند المحل واخدك. طيب انت فين؟ انا على نص الشارع. ماشي. ايه ده؟ في إيه؟ انت رايحه فين؟ انا عايزه امشي. خير، في حاجه؟ بس ورايا ميعاد كده. ميعاد؟ مع مين؟ يعني مشوار كده. ماشي، براحتك. مش عايزه تقولي لي اللي انت عايزاه، انا هطلع احسن منك وتاخري زي ما انت عايزه، ولما تيجي لازم تحكي لي على كل حاجه. ماشي. ادخل قدامي. الحق يا عم شريف، محمد طالع له عظمتين زياده بتشطر بيهم عليا. في يا محمد؟ من الاخر كده ما حدش ليه دعوه بجنين خالص، ماشي؟ يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ اهو كده وخلاص، من غير ليه. تكونش انت راخر بتحبها ولا ايه؟ انا راخر؟ وبعدين مالكش دعوه، احبها ما احبهاش انا حر، دي حاجه تخصني. لا ما تخصكش، عشان انت بقى بالذات مش المفروض تحب. يا سلام، ما احبش ليه يعني؟ مش انت اللي قعدت تقول حب ايه وزفت ايه ودي سهواكه وكلام فاضي كنت غلطان يا اخي، كنت غلطان واكتشفت. ايه المشكله يعني؟ فيها ايه؟ عادي. لا بقى يا اخويا مش عادي، ولعلمك بقى انت من النهارده مالكش دعوه بيها خالص، انت فاهم؟ لا مش فاهم. ايه ده؟ في انت وهو؟ هي لحست عليكم ولا ايه؟ وانت عايز تقول لي انها مش داخله عقلك انت كمان؟ بصراحه يعني هي ملفته. وبعدين انا مش عايز حد يتكلم على خطيبتي كده، انتوا فاهمين؟ نعم يا اخويا، خطيبتك شويه تقول لي مراتي وجبت منها علي وحسين، لا تكونش بتحبها بجد. وانت فاكرني يعني كل ده بهزر يعني؟ المشكله يا محمد ان هي عمرها ما هتفكر انها تحبك، لان انت اخر واحد في الدنيا دي ممكن واحده تحبه. يا سلام، وما تحبنيش ليه يعني؟ علشان انت كئيب. جرى انت وهو هتخسروا بعض عشان خاطر واحده ولا ايه؟ هو اللي كل تصرفاته وكلامه غلط في غلط. طب بقول لك انت وهو، انا لو حبيت اطيركم هطيركم. تطير مين يا حبيبي؟ ما تحاولش، انسى عشان شكلك ما يبقاش وحش. انا عمري ما شكلي يبقى وحش. وايه رايك بقى اللي انت بتقول عليها خطيبتك دي ما تاخدش في ايدي غير يوم واحد؟ يوم واحد؟ انت بتحلم. تتحداني؟ اتحداك. لعلمكم بقى انا سايبك انت وهو كده تلكلكوا في الكلام، بس من الاخر هتحبني انا. نشوف. ماشي؟ ماشي. بقول لك ايه، انت فطرت؟ لا. تعال اعزمك على حاجه. طب شاي؟ ها؟ انا ازاي ما خدتش بالي منك قبل كده؟ ازاي عيني راحت على واحده زي نهله وانت موجوده؟ لو سمحت، نهله بنت كويسه جدا وصاحبتي وانا بحبها. سيبك من انها كويسه ولا مش كويسه، انا خلاص نهله بالنسبه لي ما بقاش ليها اي اهميه. لو قلت لك ان كل ما اشوفك متضايقه علشانها اميل ليكي اكتر تصدقيني؟ رامز بص، انا مش بتاعت حب وكلام من ده. انا بنت دايسه السوق وفاهمه كويس قوي ان ده كلام ما يجيبش هم. اتحداكي، انت عشان دايسه السوق وفاهمه كويس مش عايزه تحبي، خايفه تحبي، خايفه تقف حد يعذبك او يضايقك، عشان كده قافله على قلبك وساكته، شايفه ان كده احسن من انك تتصدمي مع حد. مش عايزه حد يقرب منك عشان شايفه ان الدنيا وحشه وان اللي فيها ناس اوحش، وان اي حد بيقرب منك طمعان فيكي مش اكتر. طب ما هي دي الحقيقه. لا مش هي دي الحقيقه. رانيا انت اجمل بنت شفتها في حياتي. انت واخد فيا مقلب كبير قوي. عارفه ايه اكبر دليل على انك بنت كويسه ومن جوه زي الفل؟ ايه يا ناصح؟ انك بتحاول تخليني ارجع لنهله. لو قلت لك ان انت نفسك مش فاهمه نهله تصدقيني؟ يا سلام، لا العب غيرها. زي ما بقول لك كده، والله انت ما فاهمه نهله ولا تعرفي عنها حاجه. ما تحلفش. طب انا بقول لك اهو، نهله عايزه تتجوز وخلاص، اي حد مستعد للجواز ومعاه مصاريف الجواز هتشوط ومش هتستنى. ما كانتش قعدت 3 سنين مع شريف. مش حبا فيه، نهله لو كان جالها فرصه تانية اسرع واحسن ما كانتش فضلت معاه، صح؟ هو فعلا ما حدش تقدم لها في الفتره اللي كانوا مع بعض فيها، بس يعني ما فيهاش. بس اسمعي اللي بقول لك عليه، انا فاهم السوق كويس. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز قلبك. انا قلبي يا حبيبي بعته اللي بتاع ربابيكيا قبل ما انزل اشتغل في السوق. وانا بقى اشتريته. ما قلت لك العب غيرها. وانتي ناويه تعملي ايه بقى؟ مش عارفه بصراحه، دي خلاص ماما عملت له اوضه عندنا في البيت، انا مش عارفه اعمل ايه.
وشه هيبقى في وشي كل يوم، ده جاي النهارده بالليل. ده انت مامتك ناويها لي بصراحه مش عارفه هعمل ايه، مش متخيله ايه اللي هيجري. بس هعمل ايه بقى؟ هقعد افكر كده يعني، ادي نفسي فرصه برضه زي ما اتفقت معاك. ليلى زميلتي في الشركه واحلى واحده في الشركه كلها. مجامله انت جدا على فكره. ايتن صاحبتي. ازيك يا ايتن، عامله ايه؟ ازيك يا ليلى؟ قولي لي اخبار الشغل ايه معاكي؟ تمام الحمد لله زي الفل. طيب ايه، مبسوطه معانا يعني؟ الحمد لله جدا. محمد ده بني ادم لطيف قوي مش كده؟ طيب. بالعكس بقى، ده غلس ودمه تقيل وعامل زي الطوبه بالظبط. انا ما لاحظتش الكلام ده خالص على فكره. بكره تعرفيه. هو محمد مرتبط؟ مرتبط؟ مين دي العبيطه المتخلفه اللي ما بتفكرش دي، اللي تفكر ترتبط واحد زي ده؟ هو للدرجه دي فظيع كده؟ واكتر من كده كمان. لعلمك بقى ده مفيش بنت في الشركه دي كلها تفكر حتى تقعد تتكلم معاه. غريبه يعني، مع اني حاسه ان هو يعني لطيف ودمه خفيف كمان. عارفه، انا شايفه ان مفيش راجل في الدنيا ما ينفعش يتفرمط من اول وجديد. ده بالعكس بقى، ده حتى لو في الصفات اللي انت بتقولي عليها دي يبقى فرصه لاي واحده ان هي تشكله من اول وجديد. انا رايي برضو من راي جنان. ده انت معجبه بيه بقى؟ لا والله خالص، انا بس بقول رايي. طيب هسيبكم بقى تقعدوا مع بعض، ورايا شغل كتير. عن اذنكم. كنت فين بقى؟ مشوار كده. عمري ما كنت اتخيل انك تبقي ملبوخه للدرجه دي وتخبي عليا. انا مش بخبي عليكي ولا حاجه. عامه انا هسيبك براحتك لحد ما تيجي وتقولي لي لوحدك. بس انا بقى من النهارده مش هخبي. بيكنسل عليا. مين؟ رامز. هو انت بتحبيه بجد؟ مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ مش عارفه، يعني ايام ما كنت مع شريف كنت حاسه اني بحبه جدا، وبعد ما سيبنا بعض قعدت يومين متضايقه وتعبانه، بس بعد كده بقيت كويسه، ودلوقتي عندي نفس الاحساس مع رامز. يعني ايه بقى؟ هو ايه اللي يعني ايه؟ مش انتي اللي قلتي ان مفيش حاجه اسمها حب في الدنيا دي، وان الدنيا كلها عباره عن اكله حلوه نمد ايدنا وناكل لما نلاقي فرصه؟ انا قلت كده، بس انا كان قصدي ان الواحد ما يسيبش نفسه للدنيا تلعب بيه، بس مش معنى كده انه يلعب بغيره. ايه رايك ان انا هطب عليه في الشركه اللي بيشتغل فيها؟ فكره ما خطرتلكيش على بال صح؟ اصل انا بصراحه قررت ابقى جريئه طالما هتجوز. بقول لك ايه، المفروض ان رامز ما عندوش لا شقه ولا عربيه ولا يقدر يتجوز دلوقتي. هتعملي ايه؟ مش عارفه. رامز انت ما بتردش على تليفونك ليه؟ انا حر. ايه الرد ده؟ ليه كده؟ بص يا نهله، انا خلاص مستحيل اتجوزك. شيلي الموضوع ده من دماغك خالص. دوري على حد تاني، انا متاكد انك مش هتغلبي يعني. صباح الخير يا قمر. صباح الفل. ايه الجمال ده كله؟ بجد بجد؟ انا حلوه كده؟ يا خبر، ده انتي زي القمر. بصي، هو كلامك انتي وصاحبتك امبارح خلاني افكر. تفكري في ايه؟ اقول لك على حاجه وتبقى بيني وبينك. طبعا قولي. انا بحب محمد بقالي اكتر من سنه، بس هو اتم اتامه. انتي بتضحكي؟ يا بنتي ده بني ادم غريب الشكل، انا حتى مش عارفه ادخله منين. انا حتى ساعات كده بفكر مش بفكر في الجواز خالص. مين قالك كده بس؟ مش يمكن انت اللي مش عارفه تتكلمي معاه ازاي؟ ما عشان كده بقى انا قلت اقولك بقى وخلاص. يعني انت عايزاني اقولك تعملي ايه مش كده؟
يعني لو ما فيهاش بواخه يعني. لا بالعكس. تيجي نتكلم في البريك؟ اوكي. احمد، ممكن اسالك سؤال وترد عليا بصراحه؟ اكيد طبعا. انا كبرت مش كده؟ واوعى تقول لي كلام انشا من اللي بتسمعه. انت عارف يا احمد ان انا النهارده لقيت شعرايه بيضه في شعري. خفت قوي وحسيت فجاه ان العمر جري بيا، وكل ما افتكر ان انا عندي 35 سنه بخاف اكتر. انا حاسس ان انا غلطت في حق نفسي، وخايف يجي يوم الاقي نفسي فيه لوحدي، او اقبل اي حد وخلاص، مجرد اني اكون مع حد او الاقي حد اتكلم معاه. انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ ما احنا في الهوا سوا. ما انا بقول الكلام ده ليا وليك يا احمد. اوعى تفكر كتير، خد قرار وعيش. خايف يا احمد، خايف فجأة الاقي شعر كله ابيض وما الاقيش حد اتسند عليه ولا ياخدني في حضنه. انا خايف قوي يا احمد. تفتكر اتصل بيه واعرف هو ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ طبعا اتصلي بيه وبسرعه. بسرعه؟ بسرعه. انت مش بتحبيه؟ اه. شايفه انه كويس ومناسب ليكي؟ اه. طب انت مستعده تعيشي معاه مهما كانت ظروفه؟ ايوه طبعا. خلاص يبقى لازم تتمسكي بيه، اعملي المستحيل لحد ما يحس بيكي وما تسيبوش ابدا. طب والله لا اكلمه. عشان خاطري، هي لو جت لقيتك هنا هتفتكر اني تفتكر اللي تفتكره. وبعدين معاك بقى. وبعدين معاك انت. بص بقى، انا مستحيل اخد واحد كانت صاحبتي باصه فيه. باصه فيه؟ وانا طبق كشري باصه فيه ولا مش باصه فيه؟ يا بنت انا عايزك انت، انا بحبك انت. هي كده بقى. والله انت فاهمه غلط، قول لها يا رامز. يقولي ايه يا حبيبتي؟ انت رحتي تصلحي ما بيننا، الواد حلي في عينيكي قلتي انا اولى. بقول لك ايه، اتكلمي كويس. يعني كان لازم اقول لك اني ما عرفتش حد قبلك وانك اول واحد في حياتي ووقعت في غرامك كده من غير مقدمات عشان تكمل معايا؟ انا مش هرد عليك عشان عارف ان انت مش متحكمه في اعصابك دلوقتي. ليه؟ بشد في شعري؟ اتكلم، انا عايزه اسمعك. انا اللي عندي قلته خلاص يا نهله. انا مستحيل اتجوزك وابقى مغفل لو عملتها. عارفه ليه؟ عشان انت انانيه، ما بتحبيش غير نفسك، ما يهمكيش ظروف اللي قدامك، المهم انك تتجوزي. في الانجاز سبت خطيبك الاولاني عشان لقيتي فرصه تانية احسن واسرع، وبكره تسيبيني وتسيبي غيري عشان نفس السبب. تصدق انك واطي؟ ارجوك امشي يا رامز دلوقتي، ربنا يخليك. لا مش ماشي، لازم افوقها عشان تعرف هي ايه. اللي عايز يعيش يا ماما بيعيش مع اللي بيحبه من غير ما يفكر بكره فيه ايه. يحبه بقى وهو معاه وهو معهوش، وهو مفلس وهو معاه فلوس، ما يقعدش يفكر بقى انا بكره هبقى كويس ولا هبقى وحش، هو هيبقى معايا ولا هيبقى مع غيري، كده كويس ولا كنت اغير. لكن انت بني ادم انانيه. انا اللي عندي قلته خلاص. انا مستحيل اتجوزك وابقى مغفل لو عملتها. عارفه ليه؟ عشان انت انانيه. في ايه؟ شكلك تعبان. لا ابدا، بس مصدع شويه. تفكير ولا قلة نوم؟ يعني تقدري تقولي الاثنين. بص، قلة نوم حب، تفكير حب برضه. مش عارف اقول لك يا جنان، بس انا حاسس ان انا كنت مخطوف، وحاسس اني كنت نايم السنين اللي فاتت دي كلها. عارفه، انا حاسس ان حياتي كلها ملهاش لا طعم ولا ليها لازمه، وزيها زي قلتها. ليه يا ابني بتقول كده؟ هو انت في حد زيك؟ شباب اهو زي الفل. فل يا جنان، ده انا عندي 35 سنه. طب ما انا اهو 27 سنه قدامك اهو. لا معلش، العشرينات حاجه والتلاتينات حاجه تانية خالص. لا لا لا، ما بيبقاش في اي فرق، الفرق في التفكير.
بلاش نضحك على بعض. انا لو صدقت كلامك بقى يبقى الدرع واقعد في البيت. ليه ان شاء الله؟ ده انت حتى جميله قوي. شفت بقى؟ اديك شايفني بشكل تاني خالص غير اللي انا شايفه نفسي بيه، وانا كمان شايفاك بشكل غير اللي انت شايف نفسك بيه. ليه مش كل واحد فينا ياخد عين التاني ويشوف نفسه بيه؟ انا مبسوطه ان انا خليتك تضحك. متشكر قوي. دي اقل حاجه عندي. سلام. سلام. كلمته بجد؟ ايوه. شكلك مبسوطه قوي قوي. تعرفي انا كنت محتاجه كده حد يقول لي اعمل ايه ويشجعني كده ويديني دفعه. انتي بتحبيه قوي كده؟ ما هو طلع غلبان قوي، وانا كمان اغلب منه والله. طب انتي حاسه بايه؟ مش عارفه. مش عارفه ولا مش عايزه تقولي؟ والله انا مش عارفه اقولك انا حاسه بايه. كل اللي انا اقدر اقولك ان انا مبسوطه 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 مبسوطه. جنان وحشتيني. صباح الخير يا محمد. صباح الخير ايه بقى؟ قصدك تقولي مساء الخير. الساعة بقت 12. ما انت وشك على طول منور، لما بشوفك بحس ان احنا لسه الصبح. بقول لك ايه، شريف جه؟ واحمد كمان. طيب. ولا ما بتحبيهاش؟ لا ازاي؟ يعني منك طبعا هبقى بحبها. ميرسي. وانت يعني ما جبتليش حاجه معاك؟ معلش يا جنان، اديها حته. طيب قوي محمد ده والله. ما اصلها ما هي دي احسن حاجه فيه. اتفضل يا سيدي. تسلم ايدك. عارف. على فكره انا احتمال اسافر اول الاسبوع الجاي. ليه كده؟ يعني الاجازه خلصت بقى خلاص. اجازه ايه يا ابني؟ هو انت اصلا كنت في اجازه؟ ده انت من ساعه ما جيت وانت شغال كل يوم. بقول لك ايه، ما تيجي نتكلم بصراحه شويه؟ مش فاهمه. فكرتي في ايه؟ انت عارفه كويس قوي قصدي ايه. بصراحه لا. بصراحه لا. طب يا ترى لا دي عشان مش ناويه تفكري ولا عشان مش عاوزه تفكري؟ سامر انا مش عايزه اتجوزك بصراحه. ولا انا. يمكن من دقيقه واحده كنت بتمنى انك توافقي، بس ما اقدرش اسمح لنفسي ان انا اتجوز واحده مش عاوز تتجوزني. ما انكرش ان انا كنت بتمنى انك توافقي، بس يلا بقى مش مشكله. انا بالنسبه لي اكن مفيش اي حاجه حصلت. طب وماما؟ يعني هتزعل شويه وهتنسى. كنت متخيلك هتزعل يعني. ما انا فعلا زعلان، بس اوعى تفتكر انها زعلان عشان انتي قلتي لا خالص. انا زعلان عشان كنت بتمنى حاجه تبقى في حياتي، حاجه مهمه كمان، بس اعمل ايه بقى اذا كانت الحاجه دي شايفه مصلحتها وراحتها بعيده عني؟ يبقى خلاص هي اضرب بقى بنفسها. ايتا، انت فين يا بنتي؟ طب استني انا هطلع اوضتي واكلمك. يلا سلام. عن اذنك. اتفضلي.
الو. مساء الخير. انا اسف لو كنت ازعجتك. لا ابدا خالص، مفيش اي ازعاج. بصراحه انا كنت متضايق شويه وما كنتش عارف اكلم مين. طب ما انت كنت ممكن تكلم محمد ولا احمد. مش عارف انت عايز تتكلم؟ يعني. طب قول، انا سامعاك. هو انا اصلي ايه عايز تقول ايه؟ عايز اشوفك. قصدك ايه بقى؟ اقصد اني ما فيش حاجه، خلاص. سلام سلام، انا اسف. لا خلاص خلاص، انت رايح فين؟ هتقفل ليه؟ انا هفترض فيك يا سيدي حسن النية، بحكم يعني ان احنا زمايل في الشغل وكده. صح، عندك حق، احنا فعلا زمايل في شركه واحده. انا اسف مره تانية. لا مفيش اي حاجه، قولي بس انت كنت عايز تروح فين؟ لا خلاص، مش عايز اروح في حته. يا سيدي قولي كنت عايز تروح فين؟ يا ستي اي مكان، اي مكان. طيب تحب نتقابل في نفس المكان اللي احنا اتقابلنا فيه اول مره؟ كويس قوي، نص ساعه واكون عندك. سلام. طيب انا هستناك. سلام. تعرف ان انا بحسد الرجاله على كل حاجه، وانا بحسد الستات على كل حاجه برضو. ده انت بتعيش زي ما انت عايز، بتعمل حاجه اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه، تخرج زي ما تحب، بتقرر لنفسك، مش احنا. طب ما انتوا كمان مرتاحين، لا بتفكروا لا في شقه ولا في عفش ولا في مهر ولا في شبكه ولا في مصاريف بيت حد. يبقى انت بقى بتروح لناس دماغهم فاضيه، فتستاهل. يعني ايه؟ يعني في ناس بتفكر عكس كده؟ طبعا. يعني انت عايزه تقولي لي ان في لسه ناس بتقول احنا بنشتري راجل؟ بص يا شريف، اي واحده في الدنيا لو لقيت واحد بيحبها بجد عمرها ما هتسيبه. طب ليه ما تقوليش ان اي واحد في الدنيا لو لقى واحده بتحبه بجد عمره ابدا ما هيسيبها؟ الراجل هو اللي لازم يظهر حسن النيه طبعا. وهي لا. المفروض بقى ان الراجل يقدم كل حاجه وياخدها زي البطيخه المقفوله وهو نصيبه، صح؟ لا طبعا مش قصدي كده. المشكله ان انتوا فاكرين ان الرجاله دول ذئاب بشريه. يا بنتي زي ما انتوا عايزين تعيشوا احنا كمان عايزين نعيش. زي ما فيكم ناس كويسين وناس وحشين، احنا كمان عندنا ناس كويسين وناس وحشين. ولا انا بقى غلطان؟ صباح الخير. صباح النور. لو سمحتي استاذ شريف موجود؟ تحبي نقول له مين؟ قولي له نهله. حاضر. شريف في واحده عايزه تقابلك بره. واحده مين؟ اسمها نهله. ازيك يا شريف؟ الحمد لله. ممكن اتفضلي. تحبي تقعدي فين؟ اي مكان بيعجبك. اتفضلي. عم شاكر. تحت امرك يا شيخ. تحب تشربي ايه؟ لا مش عايزه، ميرسي قوي. هات لي 2 شاي يا عم شاكر. حاضر. ايه؟ ساكتة ليه؟ أكيد مش جاية النهاردة عشان تسكتي. أكيد في حاجة عايزة تقوليها. شريف انا اسفه. جميل. وبعدين؟ شريف انا عارفه اني كنت غلطانه، بس صدقني كل ده كان غصب عني. غصب عنك؟ هو ايه اللي غصب عنك؟ غصب عنك 3 سنين عشتيهم من غير ما تعرفي آخرهم؟ ولا غصب عنك إنك جيتي هنا؟ غصب عني اني سبتك، وبعدين اي حد في مكاني كان هيعمل ده. أي حد مكانك ما كانش ممكن يعمل ده. انتي بس واللي شخصيتهم زيك بالظبط هم اللي ممكن يعملوا كده. انت كده بتحملني اكتر من طاقتي. شريف انا بحبك. تحبيني ازاي؟ وايه معنى الحب عندك؟
اقول لك على حاجه انا متاكد منها، سابك، مش كده؟ هو مين؟ اللي قررت انك تتجوزيه، اللي حسيت ان هو احسن مني، واللي حسيت ان انت معاه تبقى احسن بكتير، مش كده؟ لا على فكرة بقى انت غلطان. انا متاكد ان انا مش غلطان. انت عارفه بقى احسن حاجه في انك جيتي النهارده هي ايه؟ ايه؟ ان انا اقدر النهارده اقول ان انا اللي سبتك، مش انت اللي سبتيني. وبعدين بقى؟ مالك يا بنتي فيكي ايه؟ محمد ما جاش لحد دلوقتي، وامبارح كمان اتاخر في الشغل. انا خايفه يعني يكون حصل له حاجه. اتصلي بيه. مش عارفه، انا فكرت فيها بصراحه، بس يعني حاسه كده ان يبقى منظري بايخ قوي ومدلوق عليه زياده عن اللزوم يعني مش هتبقى لطيفه بصراحه. اتصلي بيه، اسمعي مني. طب بقول لك ايه، عشان خاطر ليلى صاحبتك يعني ممكن تجربي تتصلي بيه انت بليز؟ حاضر. الو، ايه يا محمد؟ ايه يا ابني؟ مش خايف لما المدير يرفدك؟ ايه اللي ما جابكش النهارده؟ صحيح، باين على صوتك. لا والله. جرى له حاجه ولا ايه؟ معلش الف سلامه. طيب خلاص، طيب طمنا عليك بقى. ماشي، يلا سلام. في ايه؟ خضتيني، في ايه؟ عيان. يا نهار اسود، يعني ايه عيان دي؟ مش فاهمه. بقول لك ايه، ما تروحي تزوريه. بصي اسمعي، محمد محتاج حد يحس بيه، ما تفوتيش فرصتك، روحي زوريه فعلا. بس انا ما اعرفش عنوانه فين. سهله جدا. ايه؟ خديه اعمل شؤون العاملين. صح. شريف انا لو مشيت دلوقتي انت مش هتشوفني تاني. شرفتي. ايوه. معقول يعني يا محمد تبقى عيان وما تقوليش؟ ينفع يعني كده؟ عادي، يعني ايه المشكله؟ دكتور خالد دكتور العيله، انا جايباه مخصوص علشانك. اتفضل معايا. يا جماعه دي حاجه بسيطه، يعني شويه برد وهيخلصوا، مش مشكله. بسيطه ايه يا محمد؟ هو انت كده على طول مهمل في نفسك؟ اتفضل معايا، اتفضل. يلا روح بقى، يلا. حاضر. انا متشكر قوي. على ايه؟ على الكلام اللي انت قلته لي. كلام ايه بس؟ الكلام اللي انت قلته لي
على فكرة بقى أنا حظي كويس أوي إن أنا أعرفك. جينان، نعم. على فكرة أنا معرفش عنك أي حاجة، واتفاجئت إن مفيش حد في الشركة يعرف عنك غير إنك جينان وبس. وانت عايز تعرف ايه؟ كل حاجة. اشمعنى يعني عشان يعني إحنا زمايل في الشغل ولازم نعرف عن بعض كل حاجة. طيب انا هقول لك عني كل حاجه، بس انت كمان تقولي عنك كل حاجه. وأنا ما عنديش مانع. عايز تعرفي إيه؟ اللي انت عايز تقوله مش اكتر. وانت مستغرب ليه قوي كده ان انا قلقت عليك؟ اصل يعني ما كنتش متوقع انك ممكن تقلقي عليا. طب خد بالك بقى عشان في حاجات كتير قوي بتحصل وانت مش واخد بالك منها. مش فاهم تقصدي ايه؟ لا كده كتير قوي على فكرة، المفروض انك تفهم لوحدك. معلش هتعبك معايا شويه، ممكن تفهميني؟ انا معجبة بيك كويس كده. بجد؟ بجد. تعرفي ان دي اول مره حد يقول لي حاجه زي كده؟ عشان ساعتك بتبان انك غلس كده وقتم وعامل زي الطوبة. انا؟ ده انا غلبان والله. يعني انت عايزاني امشي في الشارع ادور على حد يحبني؟ لا ما قلتش كده، بس يعني فكها شوية مش كده. انا عايز افهم حاجه بقى، مين اللي طلعها في دماغك انك تيجي تزوريني النهارده في البيت؟ بصراحة بصراحه جينان. جينان. جينان هي اللي قالت لي كده؟ غريبه قوي. غريبة ليه؟ جينان دي شخصيه غريبه جدا. والله اغرب منك في حياتي دي كلها انا ما شفتش. انت بتضحك على ايه دلوقتي؟ اصل انا طول عمري لوحدي، كل حاجه بعملها لوحدي، حتى الحاجات الصغيره. متخيلتش ابدا اني ممكن اشغل بالك. لا هو انت شاغل بالي على طول، بس انت اللي ما كنتش واخد بالك مني. ما تقلقيش، من النهارده مش هشغل بالي غير بيكي وبس. ياه، ده انا كنت غبي قوي، غبي قوي، طوبه فعلا زي ما انت كنت بتقولي عليا. تفضل مكشر كده كتير يا ابني؟ على فكرة بقى أنا مش مكشر ولا حاجة، أنا بس بفكر شوية. بتفكر في نهلة؟ لا. امال بتفكر في مين؟ ما تقول. عايز تعرف يعني؟ طبعا. بحب جينان مش كده؟ مشكلة إن مش لوحدها، أنا بحب 2. لا الموضوع كده كبر قوي، 2 مرة واحدة؟ أكيد في حاجة بتحصل من ورانا. لا يا عم أبدا. طب قول مين؟ بصراحة كده أنا أعرف واحدة على النت، برتاح أول لما بتكلم معاها. المشكلة بقى إن أنا ابتديت أحس فعلا إني بحب جينان. أوف. حد برضه يحب حد لا يعرفه ولا شافه؟ نت إيه اللي بتتكلم عليه ده؟ بس أنا بتكلم بجد. قول بس، أنا عايز أعرف الموضوع من أوله. يا سيدي مفيش موضوع، كل الموضوع إن أنا بتكلم مع واحدة على النت ومرتاح معاها. طب بعتت لك صورتها؟ لا. طب كلمتها في التليفون؟ برضه لا. شريف أنت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ يا ابني زي ما بقول لك كده بالظبط. الله، أنت ساكت ليه يا ابني؟ ما تقول له حاجة. بقول لك إيه؟ ما تجرب تقابلها. مين ده اللي بيتكلم؟ محمد؟ أنا مش مصدق نفسي. يا عم أنا بقول رأيي وخلاص. لا أنا مش مصدق إن ده رأيك. ده أنا قلت إنك أول ما هتسمع كلامه هتحدفه بحاجة. طب أقول لكم على حاجة بس ما تتريقوش عليا. يا سيدي قول. أصل أنا حاسس إني بحب. بتحب مين؟ بحب ليلى. ليلى؟ ليلى مين؟ اللي معانا في الشركة؟ غريبة يعني؟ لا مش غريبة خالص يا حبيبي، بس أصل إحنا ما لاحظناش عليكم حاجة في الشركة. هو أنتوا كنتوا بتستغفلونا ولا بتستغفلونا ولا إيه؟ أستغفلكوا ده إيه؟ كل الحكاية إنها عملت معايا اللي محدش عمله من سنين. حسستني إني موجود، حسستني إني مهم، ووجودي ده معاها ممكن يغير العالم كله. لا بجد والله أنا ما مصدق نفسي. تعرفوا أنا عايز أعمل إيه دلوقتي؟ إيه؟ عايز أكلمها في التليفون، بس مش عارف أقول لها إيه.
انت بتعمل ايه؟ هطلبها لك. انت بتهزر؟ انا بقول لك مش عارف اقول لها ايه، ما تطلبهاش. يا سيدي احنا هنقول لك تقول ايه. تعال. هتعمل ايه بس فهمني. كلمها وقول لها اللي انت عايز تقوله من غير ما تفكر. امسك. يا شريف. محمد انت سامعني؟ الو. ايوه يا ليلى. ازيك؟ محمد انت كويس؟ لا مفيش، بس كنت عايز اقول يعني كنت عايز اقول ان انا بحبك. محمد قول تاني كده. لا تاني ايه؟ هي بتتقال مره واحده وخلاص. لا 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 لا، هي مرة واحدة حلوة جدا، حلو جدا كده. انت محيرني قوي، كل ما احتاجك الاقيك قدامي. وانت كمان محيراني اكتر. انا كنت عايز اكلمك، رجعت البيت وانا بتمنى ان الاقيك على النت. انا عايز اشوفك فعلا، مش هقدر ما اشوفكيش لحد كده. ده انا حتى ممكن اوصفك. ارجوك بلاش ندخل في السكة دي، انا مش عايزاك توصفني ولا اوصفك. انا عايزاك تفكر احنا ليه بنتكلم مع بعض. انا حاسس ان انا عايز اكون معاكي على طول. يمكن عشان بنرتاح واحنا بنتكلم مع بعض وبس. يمكن لو شفنا بعض ما نقدرش نستحمل بعض زي ما بنستحمل بعض دلوقتي. ليه بتفرضي الوحش؟ مش يمكن نحب بعض بجد؟ يعني ممكن يكون اللي بينا ده مجرد وهم. مش ده اللي اقصده. انا بقى ما عنديش استعداد لاي حاجة مش محسوبة. جايز اكون خايفة، جايز اكون بحب اتكلم معاك، جايز تكون انت الوحيد اللي بتسمعني بالطريقة اللي انا عايزاها وبتمناها، جايز تكون انت كمان حاسس باللي انا حاسة بيه، بس في الاخر ما اقدرش احب وهم. انت بالنسبة لي وهم، مجرد خيال. حتى لو بترد عليا، لكن ردك ده جزء منك، وانا لما بحب حد بحب كل حاجة فيه، مش جزء منه بس. صباح الخير يا عم شيك. صباح النور. هي جينان ما جاتش؟ تسأل عليا؟ ها؟ لا خالص، اصل ده ورا طالع بس. تمام. اسكتي اسكتي، مش محمد كلمني امبارح؟ وبعدين؟ قال لي انه بيحبني. وايه تاني؟ لا تاني ولا تالت، ادينا مستنياه اهو. ماشي يا ستي. صباح الخير. صباح النور. صباح الورد. اتفضلي. لا حسبي نفسك. يا لهوي عليكي، في حد يعمل كده يا بنتي؟ ما انا ما حسيتش بنفسي، ما صدقتش ان ممكن يعمل حاجه زي دي. ليه؟ مش بني ادم؟ اه بني ادم، بس عامل كده زي الطوبه. تعرفي انا حاسه اني اول مره اشوف فيها ورد في حياتي. بس الراجل طلع بيفهم، ما تنكريش. اه تصدقي؟ مالك في ايه؟ مفيش. كده بقى اقولك على كل حاجه وانت تخبي عليا؟ هقولك ايه بس يا ليلى؟ انا بقى فاهمه كل حاجه. طب وفاهمه ايه بقى؟ شريف مش كده؟ انا حسيت انك معجبه بيه، وخصوصا بقى لما خطيبته القديمه كانت هنا. بس انا مش حاسه بده. سيبيني انا بقى اقولك على اللي انت مش حاسه بيه. الظاهر ان الحكايه لازم تبتدي كده، اساليني انا.
تقصدي ايه؟ قصدي ان مفيش حد بيشوف نفسه. انا اشوفك انت تشوفيني، انا انصحك انت تنصحيني. واضح ان الحب كده. طب انت شايفه ايه؟ شايفه ان شريف كمان معجب بيكي. لا 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 يا شيخ، بصي هو شريف يعني بني ادم طيب قوي وسنسيتيف جدا. انت بتضحكي على ايه؟ اصل احمد كمان. هي دي بقى المشكله، انا خايفه قوي لحسن يخسروا بعض بسببي. ما تقلقيش، علاج احمد عندي. ايه هو بقى؟ لا سيبي الموضوع ده عليا بقى، انت خدمتيني في محمد، انا بقى اخدمك في دي. انا متشكر جدا يا فندم. مع الف سلامه. مع السلامه. بقول لك ايه يا محمد؟ أيوة. انا عايزاك في حاجه مهمه جدا. طيب قولي. ايه ده؟ مش ترحب بيا الاول؟ ليلى انا مش فاضي، ممكن تقولي بسرعه؟ اللي يشوفك كنت داخل عليا بالورد مش فاكش انت بتكلمني كده. طيب اتفضلي اقعدي واتكلمي. قولي احمد اخباره ايه؟ احمد كويس. ليه، في حاجه؟ لا ابدا، بس يعني عايزه اكلمك في حاجه كده. خير، ما تقولي. انا عندي ليه بقى حته عروسه، انما ايه؟ عروسه لاحمد؟ انت بتتكلمي بجد؟ انت مالك في ايه؟ فجاه كده وقفت. اصل بصراحه الواد ده عاوز اجوزه بسرعه، اصله يهمني قوي. انت للدرجه دي يعني بتحبه؟ طبعا، مش صاحبي. تعرف ان انا كل يوم بحبك اكتر من اليوم اللي قبليه؟ عادي، شيء متوقع يعني. طب ما تقول كلمه كويسه، يعني مش هتخسر حاجه. المهم بس سيبك من الكلام ده. البنت دي كويسه ولا لا؟ اه طبعا كويسه. هو انا يعني اعرف حد وحش؟ وكمان مناسبه ليه جدا، واعتقد كمان يعني انها معجبه بيه. ايه ده؟ انت عارفه اصل احمد محتاج حد يحبه فعلا ويحس بيه. ايوه انا عارفه ده. هو ايه اللي عارفه كل ما اسالك على حاجه تقولي لي عارفه؟ انت مراقبانا ولا ايه؟ انا مراقباك انت بس، وانت طول الوقت معاهم، فبالتالي يعني عرفت كل حاجه عنهم. الو. ايوه يا ايتن، ازيك؟ انا كويسه الحمد لله. بقول لك انت وراكي ايه النهارده؟ طيب ايه رايك يعني تعدي؟ ماله احمد؟ طب والله العظيم بقى انت بتحبيه. ايوه هي بتحبه، هي قالت لي كده اصلا قبل كده. يعني اروح اقول له يجي يتجوزني؟ لا طبعا، بس سيبينا احنا بقى نقول لك تعملي ايه. بصي بقى، انا اقدر اقول لك احمد عايز ايه بالظبط وايه اللي ممكن تعمليه عشان يحبك على طول. اول حاجه الاهتمام. احمد نفسه في حد يهتم بيه ويحس انه عايزه. احمد زي شريف، الاتنين رومانسيين قوي. يا جماعه هو في راجل رومانسي؟ هي دي بقى المشكله، احنا مش فاهمين وبنتعامل على فكره غلط. صدقيني زي ما احنا محتاجين لرومانسيه، هم كمان محتاجين لها جدا. بتفكري في ايه؟ يعني افرضي ان هو صدني. لا مش هيصد. ايوه انا بقول افرضي يعني. عادي، يبقى حاولتي في حاجه انت عايزاها وهو ده المهم. اصل انا هتضايق قوي، وبعدين انا عارفه نفسي كويس. اولا انا عارفه ومتاكده ان احمد هيحبك ومش هيصدك، وحتى لو حصل لا قدر الله، تفتكري ساعتها ان زعلك يعني هيكون ليه اي فايده؟ شيرين ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا ايتن انت كويسه قوي، واي حد في الدنيا كلها يتمناكي، وخدي بالك ان رفض اي حد ليكي مش معناه انك قليله. كلام جنان كله صح. انا عملت كل اللي هي قالت عليه ده، وصلت لنتائج هايله قوي. بصي يا ايتن، اللي يحب لازم يحاول، واللي عايز يبني ما يستناش. انت عارفه انا كنت فاكره ان محمد ده بني ادم غلس وعامل زي الطوبه، طلعت هبله قوي. طلع بني ادم حساس قوي لدرجه اني بفكر في الكلمه مليون مره قبل ما اقولها. طيب معاكوا نمره احمد؟ هو ده الكلام. طبعا معايا، خدي الرقم اهو. ازيك يا شريف؟ ازيك يا محمد؟ انت كويس؟ الحمد لله.
مالك انت كمان؟ نهلة كانت هتموت نفسها. ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لك نهلة كانت هتموت نفسها. بسببي؟ مش كده يا محمد؟ انت مالكش ذنب، هي اللي عملت في نفسها كده. المهم، ايه اخبارك مع صاحبتك المجهولة؟ ولا حاجة، كنت لسه قاعد ببعت لها رسالة. هي ولا جنان؟ مش عارف. الحقيقة ولا الخيال؟ والله يا محمد كنت لسه قاعد بسأل نفسي نفس السؤال. بس انا بقى عارف انت المفروض تعمل ايه. ايه بقى يا ابو العريف؟ جنان. طب وهي؟ يا اخي جرب، وانت خسران حاجة؟ اصل بصراحة كده يا محمد انا حاسس بذنب ناحية صديقتي المجهولة. لا شريف، مش عشان صعبت عليك تقوم تحبها. مش عايز اصدمها. اتكلم معاها، اكيد لو اتكلمت معاها ممكن تتفهم الموقف. وحاسس في نفس الوقت اني محتاج لها ومش عايز اخسرها. انت حيرتني معاك. المشكلة يا محمد ان هي ظهرت في حياتي فجأة. ظهرت في وقت انا محتاج حد اتكلم معاه، حد يحس بيا، وهي ادتني ده. وفي نفس الوقت خايف لو سبتها اخسرها. وانت لو فضلت خايف كده عمرك ما هتوصل لحاجة. انا تعبان قوي يا محمد، تعالى ننزل شوية. يا عم ننزل نروح فين بس دلوقتي؟ يا سيدي اي حتة، انا حاسس ان لو نزلت هقدر افكر احسن. يلا بينا. ايوه مين؟ ايوه مين؟ على فكرة أنا وجينان مش بنخبي على بعض أي حاجة. هو انتي أنا إيه؟ لا لا ولا حاجة ولا حاجة. قوليلي، هو انتي مخطوبة؟ أو هو أنت شايف في إيديا دبلة؟ لا بس يعني ممكن تكوني مرتبطة كده يعني. لا 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 خالص. أحسن. هو إيه ده اللي أحسن؟ لا يعني هو أنا أقصد إن الاختيار بقى صعب قوي دلوقتي. عارف يا أحمد، أنا بحب الحياة قوي ونفسي أعيشها زي ما أنا بتمنى. أنا بيجيلي على فكرة عرسان كتير قوي، بس أنا مش حاسة بيهم. نفسي أنا اللي أشاور عليه وأقول هو ده اللي أنا عايزة أتجوزه. تفتكر تفكيري كده غلط؟ لا طبعا مش غلط. على فكرة أنا شايف إن من حق الواحد إن هو يختار شريك حياته اللي هيعيش معاه العمر كله. يعني أنت شايف إن أنا لو رحت لحد وقلت له إن أنا معجبة بيه يعني أبقى أنا كده بنت مش كويسة؟ لا طبعا. على فكرة ده يتوقف على اللي انت هتقولي له الكلام ده بيفكر ازاي. طيب يا ترى انت بقى بتفكر ازاي؟ ها؟ يعني انا شايف انه عادي يعني. مش عايز احس اني خسرت او اني اتسرعت. انا عايز اقابلك، عارف طبعا انك هتقولي لا. بس لازم نتقابل. انا مش هقول اي حاجة عني، ولا حتى شكلي ايه، ولا حتى لابس ايه. لو انت عرفتيني لوحدك وانا عرفتك لوحدي يبقى احنا فعلا لازم نرتبط ببعض. يبقى القدر زي ما جمعنا هنا هو اللي هيجمعنا هناك. ولو ما عرفناش بعض يبقى خلاص هي دي النهاية. اوكي موافقة. اتأخرت عليكي. اتأخرت عليكي؟ لا أبدا. جبتي الصور؟ بصراحة أنا اتصورت، بس هو قال لي إن أنا هاخد الصور بكرة. خلاص يا ستي مفيش مشكلة، يبقى هاتيهم معاكي بكرة الشركة. لا مش هينفع بقى، أنا هبقى أبعتهم لك مع جينان. لا لا مش هينفع طبعا. انت ما سمعتيهاش هي قالت لك ايه؟
لازم تجيبيهم انت بنفسك. لا البركه فيك بقى. مقلناش حاجه، بس برضه لازم انت تبقي موجوده. مساء الخير يا فندم، حضرتك تحب تشربوا حاجه؟ تشربي ايه؟ اي حاجه. ليمون كويس؟ كويس. 2 ليمون بقى وشجره وظبط. تحت امر حضرتك. هو انت بتبص لي كده ليه؟ اصلك حلو قوي النهارده. انت بتغازلني بقى. لا مش قصدي، بس وليه مش قصدك بقى؟ هو انا ما استاهلش بقى ولا ايه؟ لا بالعكس، انا عاوز اقولك على حاجه. بصراحه انت فعلا ممكن تبعتي الصور مع جنان عادي، بس انا عارفه، وهي كمان قالت لي ان انا مش لازم اجي الشركه. بس انت جيتي بنفسك بعد ما عرفتي. غريبه. هو ايه اللي غريبه؟ تفتكر يعني ده معناه ايه؟ بصي بقى، انا بحبك كده على طول. بصي انا مش هكدب عليكي، انا اصلا ما كنتش واخد بالي منك خالص. لا هو مش ما كنتش واخد بالي من، يعني هو انا كنت واخد بالي منك، بس لو عارفه ما كنتش حابك. يا دي النيله. بصي انا بحبك وهي كده وخلاص. يعني انت في دماغك حد تاني؟ لا حد تاني ايه؟ لا مفيش. طب الحمد لله. كويس الحمد لله. اصل بصي هو يعني عارفه مثلا تصدق يا الله يخليك، انا عمري ما كنت عطشان قد ما كنت عطشان دلوقتي. ما هو انا لازم اروح، مش هينفع ما اروحش، انا وعدتها. يا ابني ما هو كانك رحتوا وما عرفتوش بعض عادي. ما ينفعش، احنا اتفقنا اول مره اتكلمنا فيها ان احنا ما نكدبش على بعض. يا ابني وهي هتعرف منين؟ ما المشكله ان انا اللي عارف. لا على فكره انت كده بتعقدها. يا ابني انا مش بعقدها ولا حاجه، بس انا ما ينفعش ارجع في كلامي. جيم اوفر. اهم حاجه هتخلص ميعادك وتيجي على طول ولا ايه؟ انت اتجننت يالا؟ هو في حد ممكن يلبسك البدله غيري؟ سلام. شريف اوعى تظلم نفسك. مش مهم انك ترجع في كلامك مره، المهم انك ما تعيش طول عمرك تعبان. ما تقلقش عليا يا احمد، بس انا قررت ان اعيش التجربه كلها للاخر. سلام. تشربي حاجه حضرتك؟ اي حاجه. ليمون؟ اوكي ماشي. ايوه محمد، ما عرفتهاش ولا هي عرفتني، والله العظيم زي ما بقول لك كده. انت عارف بقى ان انا مرتاح جدا دلوقتي ومبسوط اكتر ان انا ما عرفتهاش، ومن جوايا كمان كنت بتمنى ان ما تعرفنيش. انا فعلا يا محمد اكتشفت ان انا بحب جنان بجد. روح بقى يلا، لما اشوفك احكي لك. سلام. ايه ده؟ ازيك يا جنان؟ ازيك يا شريف، عامل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، يعني كنت متضايقه شويه فقلت اخرج اقعد لوحدي. غريبة، بس انا كمان كنت متضايق شويه وقلت انزل لوحدي. طب اتفضل اقعد. يعني مش هيضايقك لو قعدت معاكي؟ لا اقعد. عارف، انا كنت حاسه اني هقابلك. انا بقى كنت بتمنى اني اقابلك بجد؟ انا كنت محتار قوي. محتار ليه؟ جنان انا هتكلم معاكي كاني بتكلم مع نفسي. انا كنت محتار، هل اللي جوايا من ناحيتك ده حب ولا مجرد اعجاب؟ يا ترى انا عايزك ولا لا؟ والاهم بقى، يا ترى انت هتقبليني ولا لا؟ وبعدين؟ قررت اني اقول لك على اللي عندي. وقررت ده امتى؟ دلوقتي؟ هتصدقيني لو قلت لك اه؟ مصدقاك، لان انا كمان قررت ده دلوقتي وهنا.
جينان، تتجوزيني؟ اه. انا احترت قوي. يا ترى الحب ده ايه؟ هل ان حد يشوف حد ويميل ليه، ولا لازم يعدي ايام وشهور وسنين عشان يكتشف اذا كان بيحب ولا لا؟ اكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت بقى ان الناس بتتعب نفسها على الفاضي، وان الحب بيجي وقت ما هو عايز، ومع ناس محدش يقدر يعرفه ولا يقدر يحدد الزمان ولا المكان. وده احلى حاجه في الحب. على فكرة احمد هيخطب ايتن النهارده. عارفه. ومحمد كمان اتفق مع ليلى تاخد له ميعاد من ابوها. عارفه برضه. طب وانا؟ مستنياك. تعالى قابل ماما وانا هقولها اول ما اروح. خلاص، يبقى بعد بكره. ماشي. صباح الخير يا قمر. ازيك؟ صباح النور. ايه ده مالك؟ شكلك مش مبسوط كده ليه؟ لا لا خالص، انا كويسه جدا، مفيش حاجه. صباح الخير. صباح النور. طيب اسيبكم بقى تصبحوا على بعض براحتكم. ماشي. ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. على فكره انا ما نمتش امبارح خالص. ولا انا بصراحه. معقول؟ مع انك برضو شكلك زي القمر. ميرسي. على فكره انا مستغرب من اللي حصل امبارح، بس في نفس الوقت مبسوط جدا. طيب ممكن نتكلم في البريك؟ لا مش ممكن ده. انا هودي الشنطه واستناك دلوقتي في الكافتيريا، اوكي؟ ماشي. خير، هي مامتك اعترضت عليا ولا ايه؟ لا خالص، ده هي حتى مستنياك. امال في ايه؟ اصل انا يعني ما تقولي في ايه؟ اصل انا كنت بعمل حاجه كده ومش عارفه رد فعلك ايه لو عرفتها. خير قولي. كنت بكلم واحد على الانترنت، ما شفتوش ولا عمره شافني يعني، بس انا كنت حاسه ان انا بستريح لما بتكلم معاه، والوقت ده بالذات انا كنت محتاجه حد اتكلم معاه. هو انا صحيح يعني للحظه كده حسيت ان انا بحبه، او يمكن اكون اتوهمت بكده، بس والله ولا شفته ولا اعرف عنه اي حاجه، ولا لحد النهارده اعرف حتى اسمه. وبعدين؟ ولا حاجه. احنا اتفقنا ان احنا ما نكلمش بعض تاني. يعني انت شلتيه من عندك خلاص؟ لا لسه. خلاص اعملي له بلوك وشيليه من على الليست. طب انت زعلان؟ لا. بجد؟ يا ريت تطلبي منه يشيلك من على الليست بتاعته، ويا ريت كمان ابقى موجود معاكي. ممكن؟ اه طبعا ممكن. طب انا همشي، معلش اصل لازم اروح. الو. ايوه جنان. لا انا كويس. لا لا خالص، بالعكس انا كويس جدا. يلا اشوفك بالليل بقى ضروري. سلام. ايه قالك ايه؟ مش عارفه، انا مش مستريحه رد فعله ده ابدا. مش انا قلت لك برضه ما تقوليلوش؟ بصي ما تقلقيش نفسك، بكره هنعرف كل حاجه.
انا هعمل بقى اللي احنا اتفقنا عليه، هخش على النت. ها؟ وانا كمان في حاجه مهمه لازم اعملها. طيب لازم فعلا. جنان، ايه؟ ام زد لا لا مش ممكن. لا والله. كان لازم تعرفي احساسي وتوصفي للناس قصة هوايا، اشواقك ترسموا قلبي نتبسموا وعيون تسهر معايا. كان لازم تعرفي احساسي وتوصفي للناس قصة هوايا، اشواقك ترسموا قلبي نتبسموا وعيون تسهر معايا. لو عينيك تضم عيني مش رح اوصف شوق سنيني، وان دريت عنك حنيني قلبي يفتن عالحكاية. ياللي طول عمرك منايا عيشي في الإحساس معايا، واسمعي همس المشاعر حبنا ملهوش نهاية. لو عينيك تضم عيني مش رح أوصف شوق سنيني، وإن دريت عنك حنيني قلبي يفتن عالحكاية. ياللي طول عمرك منايا عيشي في الإحساس معايا، واسمعي همس المشاعر حبنا ملهوش نهاية. طول عمرك غنوتي وحكايتي وقصتي، والشوق مش باختياري دلوقتي مطمنه قلبي اللي مجننه حبك ليلي ونهاري. طول عمرك غنوتي وحكايتي وقصتي، والشوق مش باختياري دلوقتي مطمنه قلبي اللي مجننه حبك ليلي ونهاري. لو عينيك تضم عيني مش رح اوصف شوق سنيني، وان دريت عنك حنيني قلبي يفتن عالحكاية. ياللي طول عمرك منايا عيشي في الإحساس معايا، واسمعي همس المشاعر حبنا ملهوش نهاية. لو عينيك تضم عيني مش رح أوصف شوق سنيني، وإن دريت عنك حنيني قلبي يفتن عالحكاية.